ده هخليكي أستاذة في البسيسة، وهنعمل كل الكمية دي بكوبايتين دقيق ذرة وبس. هقولك كل التفاصيل في الفيديو، يلا بينا. قررت اقولك النهاردة كل اسراري في البسيسة، مش هخبي عليكي اي حاجة. اعمليها بطريقتي وشوفي بقى تبقي ملكة البسيسة ولا لا. اول حاجة معانا كوبايتين من دقيق الذرة، ودقيق الذرة لازم يكون ناعم، يعني منخول مثلا مرتين. تمام، يبقى معانا كوبايتين من من دقيق الذرة. طيب وعليهم وعليهم نص كوباية من الدقيق الابيض، برضو يكون منخول. تمام. طيب ومعانا كمان هنا بيضتين، بس تقدري تحطي 2 3 4. انا بصراحة ما عنديش غير 2، لكن معاكي من 2 ل 4. طيب ايه اللي هيحل معانا ازمة البيض دي؟ هي معلقة الخل. معلقة الخل دي اساسية عشان تنفش معانا وتبقى زي الفل. تمام. معانا كمان معانا كوباية من السكر، السكر الناعم، او بعد كده خدي الكوباية دي واضربيها يبقى سكر بودرة. تمام. لكن لو هتعمليها في الخلاط ان شاء الله يكون سكر تموين، مفيش اي مشاكل. تمام. يبقى كوباية من السكر، كوبايتين من الدقيق، نص دقيق الذرة، نص كوباية من الدقيق الابيض العادي، كوباية من السكر، 2 بيضة، ذرة من الملح. تمام، زي ما انتم شايفينها كده، حاجة بسيطة جدا من الملح. ومعانا كمان معلقة الخل اللي قلتلكوا عليها، ومعايا كوباية من عصير البرتقال. تقدري تستبدليها بكيس تانك، وتقدري تستبدليها بكوباية من الحليب، مفيش اي مشاكل. تمام. يعني لو مش عايز تعمليها برتقال اعمليها بالحليب عادي خالص، اللي هو اللبن يعني. او ان انتي مثلا تحطي كيس تانك. تمام. طيب معايا كمان معايا نص كوباية من السمنة، ونص كوباية من الزيت. بلاش زيت التموين، يعني يبقى زيت كويس كده حلو محترم. طيب هو انا لازم اعمل نص ونص؟ لا، انتي تقدري تحطي كوباية الا ربع من الزيت، ماشي، وتقدري تحطي كوباية من السمنة، يعني براحتك، سواء تحطي كوباية الا ربع من الزيت او كوباية من السمنة او نص ونص زي انا ما عامله كده. طيب ليه كوبايه الا ربع من الزيت؟ لان طبعا الزيت هينعمها قوي، فمش هينفع ان احنا نحط منه كوبايه. معانا كمان فانيليا، ماشي، لو في فانيليا سايله تبقى جميله. ومعانا معلقه من البيكنج باودر، معلقه ممسوحه من البيكنج باودر. وكمان بقى ممكن نروش على نفسينا. تمام، بيكون حلو قوي لما نحط لها بقى حبه من السمسم وشويه من الزبيب. تمام. يلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل الكلام ده ازاي ونخش في التفاصيل. في البدايه كده علشان اروق حواليا انا هعمل بقى، هجيب دقيق الذره، هضيف عليه الدقيق الابيض. ماشي، يبقى الدقيق الذره هضيف عليه الدقيق الابيض بالشكل ده كده. وكمان هضيف عليه الملح. هنحط بقى كل الحاجات الجافه، كل الحاجات الجافه هنحطها دلوقتي. وكمان هحط عليه البيكنج باودر. انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه قوي في المقادير، هقولها لكم دلوقتي. ماشي. البيكنج باودر معلقه ممسوحه كده، عشان لو مش ممسوحه هتفرقع مع الوش هيفرقع معاكم. خلاص، معلقه ممسوحه كده من البيكنج باودر. وكمان اللي انا نسيت اقول لكم عليه بقى، وهيديها طعم حلو قوي وتيست جامد، وهتروح في حته تاني، هي معلقتين من الجوز الهند الناعم. طبعا ده جوز هند انا طحنته كده وانا بطحن السكر. تمام، معلقتين منه كده، يلا معلقتين ونص من الجوز الهند الناعم. تمام. مش هحط بقى خلاص السكر، يبقى احنا حطينا بس الدقيق وجوز الهند والملح والبيكنج باودر. تمام. هنقلبهم بقى حلو كده وهنركنهم على جنب بالشكل ده كده. بقى الطبق اللي احنا هنشتغل فيه، هنزل بالبيض والسكر، وهبدأ ان انا اضربهم كده بالمضرب الكهربائي. طيب ما عنديش مضرب كهربائي، في الخلاط، وزي ما قلت لك بقى هتعملي في الخلاط، يبقى ما تطحنيش السكر ولا حاجه، مش محتاجه يعني. ما عنديش مضرب كهربائي ولا خلاط، اعمليهم عادي بالمضرب العادي خالص ده، اليدوي، هيبقى برضو معاكي زي الفل يعني، لان احنا كل حاجه ناعمه معانا.
هنبدأ بقى زي ما قلتلك كده ايه، هنضرب البيض بالسكر لحد ما يبقى لونه ابيض معانا. لما بقى معايا بالشكل ده كده هروح ضايفه ايه، الزيت والسمنه وكمان عصير البرتقال او البرتقال والخل والفانيليا. تمام، يبقى حطينا بقى ايه الباقي كله. وهبدأ برضو ان انا ايه اضربهم مع بعض. خلاص بقى اتأكدت ان السكر دايب. تمام، هديها ضربة كمان. انا بس بشتغل بالشمال علشان الكاميرا على اليمين، فمش عايزة اضايقكم. تمام، هبدأ بقى انزل بالدقيق حبة حبة، شوية شوية كده. الدقيق بقى احنا حاطين فيه كل حاجة زي ما انتوا عارفين، الدقيق الابيض، دقيق الذرة، الملح، البيكنج باودر. خلاص حطينا شوية كده ونبدأ ان احنا نضربهم. بالراحة بقى علشان ايه ما يطيرش منك. نحط بقى شوية كمان، يعني احنا نقسمه مثلا على 3 مرات كده، 3 تتلات. هنتأكد بقى كده ان مفيش اي دقيق تحت. نلفها كده لفتين بس كده. ننضف بقى حوالينا ونجيب الصينية ونشوف هنعمل ايه. طيب عملت انا ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجة شغلت الفرن، تاني حاجة دهنت الصينية بالسمنة. تمام، طول ما انت دهنها سمنة ما تقلقيش مش تلزق معاكي ان شاء الله. انهي مقاس بقى؟ ده المقاس الوسط. تمام، انا يعني مش عايزة اجازف واعمل المقاس الكبير عشان ما تطلعش رقيقة، فانا هعمل الوسط، ولو اتبقى هعمل الصينية اللي هي ايه الصغيرة. تمام، خلاص بقى احنا ايه عملناها بالشكل ده كده. هنحط بقى زبيب. هحطيه كده في جزء بس فيها علشان ايه، عشان اللي ما بيحبش الزبيب ما يتضايقش. يبقى نصها كده بزبيب ونصها من غير زبيب. وكمان بقى هحط عليها ايه، هحط عليها السمسم. السمسم بيديها طعم حلو قوي. هنحط بقى السمسم كده. لو انت هتعمليها في قالب وتقلبيها يبقى السمسم ده تحطيه من تحت. وهندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. نتقابل بقى لما تطلع بإذن الله. هنا بقى البسيسة بعد ما طلعت معانا يا دوبك دفيت بس شوية، وايه وقطعت كده جزء من الصينية. انا عملت صينيتين زي ما قلت لكم. تمام، قطعت كده جزء من الصينية، وتعالوا بقى ايه نشوفها مع بعض. اثبت فيه ايه. بصوا بقى، اول حاجة بصوا قد ايه هي هشة، شايفين؟ ماشي، بصوا من جوه دايبه دوب ازاي. بصوا دايبه دوب ازاي، مش مستحمله خالص، دايبه دوب.
طعمها والله روعة، اعمليها واحكمي. جميلة جدا جدا جدا. من هنا ورايح انت مش بس هتعملي بسيسة، انت هتعملي بسيسة الشارع كله يتكلم عليكي ان انت احسن واحدة بتعملي بسيسة. وصلتي كوبايه شاي بلبن بقى جنبيها، وبصي توب التوب. وصلتي بقى معايا لهنا، متنسيش تحطي لي اللايك والاشتراك لو اول مره بتشوفيني. انا ولاء هاشم ودي قناتي، ولحد هنا اقول لكم بقى ايه، دمتم سالمين ومع السلامه.